يا جماعة في ستات تلاقيها موتة نفسها صيام وقيام وقرآن، وعلى الجانب التاني فاضحة جوزها. راجل ينزل يصلي التراويح، تمسك الموبايل: ايوه يا ماما، لا فطار ايه يا ماما واحنا فطرنا؟ ده احنا بناكلش لحمه، لا ده احنا بناكل مش عارف ايه، ده بقاله كام يوم معهوش فلوس، لا ده ساب شغله، لا ده ما مش بياكلنا. فضيحه بتنقل اسرار البيت كلها. ده طبعا ما ينفعش، ده كارثه. والكارثه الاكبر موضوع السكرين شوت. الموضوع ده منتشر قوي، اللي هو مثلا واحده جوزها بعت لها حاجه حلوه او وحشه، بيقول لها اي حاجه، تاخد سكرين شوت حلوه كده وتبعتها لمامتها لاختها لاصحابها: بصوا قال لي ايه، بصوا عمل لي ايه. الفويسات اللي بتتبعت ويتعمل لها فورورد لحد تاني. حضرتك مين قالك ان هو موافق؟ مين قالك ان ده من حقك؟ انا بعت لك حاجه، انا اديتك الحق، اديتك الاذن ان انت تبعتيها لحد تاني عشان توريها له. دي كارثه، ده بيسموها العلماء عموم بلوه العصر. دي بلوه كده في العصر، حاجه منتشره جدا النهارده. موضوع السكرين شوت والفويسات اللي بتتعمل فورورد من غير اذن صاحبها. مفيش مبرر ان احنا نفضح حد يا جماعه، مفيش مبرر ان احنا نفشي سر حد. اكتر ست الراجل يشيلها على راسه، يشيل الست كده شخصيا على دماغه، الست اللي بتستر عليه، تستر كل حاجة، عيوبه، مشاكله، همومه، اسرار اوضه النوم. الست دي الراجل بيقدرها قوي قوي قوي. طب جوزك خانك، تفضحيه؟ تقول لي اه طبعا افضحه، مش خاني. مش من حقك والله، حتى لو خانك مش من حقك تفضحيه. تفضحيه ليه؟ لا يعني هو خاني واسكت؟ انا ما قلتلكيش اسكتي، خدي حقك اتطلقي، اعملي اللي انت عايزاه، بس ما تروحيش تفضحيه. انتوا عارفين ان مره واحده العكس بقى، واحده هي اللي خانت جوزها، الراجل طلقها في صمت وقال انا ما رضيتش ان انا اقول هي عملت ايه. ليه؟ ليه؟ مع ان ده العكس، دي الست هي اللي خانت. قالك لان لينا اولاد، والولاد دول لما يكبروا هيتعايروا، يا امك مش عارف ايه، هيتعايروا. طلقها وخلاص. خدي حقك بس ما تفضحيش. انت لما فضحتي عملتي ايه؟ رحتي قلتي لاخواته وامه وشوفوا ابنكم عمل فيا ايه؟ ايه اللي حصل؟ ولا اي حاجه، فضحتيه وخلاص. مش دوري ان انا افضحك، مش دوري، احنا مش جايين نفضح بعض. من ستر مسلما ستر الله دنيا واخره. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ لا ايمان لمن لا امانه له. لا ايمان لمن لا امانه له. انت مالكيش امانه، الامانه مش عارفه تصونيها. سيدنا عمر بن الخطاب قال لك ايه؟ قال لك لا تنظروا لصلاه احد ولا صيامه. يعني لو عايز تشوف الشخص ده متدين ولا لا، ما تبصش لصلاته ولا صيامه. امال ابص لايه؟ قال لك ولكن انظر لحديثه اذا حدث، صدق حديثه اذا حدث، وامانته اذا اؤتمن. هو سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش عايز يقول طبعا ان الصلاه والصيام مش مهم، بس عايز يقول ان مش ده اللي بنعرف منه التدين. التدين الحقيقي ان انت تمسكي نفسك، ان انت تبقي امينه على اسرار بيتك، على اسرار جوزك. فالموضوع مش صلاه وصيام وطالعه نازله عماله اصلي وعماله اختم في المصحف، والناحيه التانيه انا فاتحه جوزي.